بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة شكر واجب قبل أن نبدأ، فليسمح لي سماحة السيد للدكتور برهم صالح الذي حول هذا المكان إلى قلب وعقل، قلب قادر أن يتسع لكل هذه العقول والوجوه، وعقل قادر أن يسمح لنا بأن نمارس التفكير في وقت لا نجاة سوى التفكير. حضرتي معالي دولة الرئيس وكل الحضور الكريم، المنطقة في عين العاصفة، ولا نجاة سوى بتفكير جديد، والتفكير الجديد يستند على العقلية والعقلانة السياسية في هذا التوقيت. ومن هنا سأبدأ من هذا المحور الكبير، فليسمح لي سماحة السيد عمار الحكيم، وهو محور الإقليمي. وطبعا كعادتنا في الإعلام نعرف ضيوفنا، فكيف نعرف الضيوف ونحن ضيوف؟ فهم أهلك وأحبائك، أعلم بك منا، وأنت قامة كبيرة وغنية عن التعريف. المنطقة، سأبدأ من المحور الأول وهو الحوار ما بين إيران وما بين أمريكا. انتهت الجولة الأولى والجولة القادمة يوم السبت، والاشتراطات واضحة للعيان. وسأنطلق من كلمة لدولة الرئيس، وهو أن العراق يحتاج إلى تغيرات كبيرة وإجراءات كبيرة، وإجراءات الكبيرة تحتاج إلى شركاء، وأنتم شركاء. وبالتالي ما هو دوركم كشركاء في إحلال دولة القانون فيما يتعلق باشتراطات أمريكية ومتطلبات إقليمية في نفس التوقيت تجاه ما يمكن أن نسميه فصائل تكوينات في الداخل العراقي في هذا التوقيت؟ وماذا لو فشلت هذه المفاوضات ما بين إيران وما بين أمريكا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكري وتقديري لسيادتكم لراعي هذا الاجتماع المهم والكبير، فخامة الدكتور برهم صالح، والتحية لدولة الرئيس السوداني، فخامة الرئيس البرزاني، وأصحاب المعالي والسيادة، نيافة الكاردينال، جميع السادة والسيدات الحضور. بالحقيقة كما تشيرون، قدرنا في العراق جارة كبيرة مسلمة تربطنا بها ما يقرب من 1500 كيلومتر، ومشتركات ثقافية واقتصادية واجتماعية واسعة وكبيرة، وطرف دولي كان له دور أساسي في إسقاط الدكتاتورية ومساعدة العراقيين لبناء التجربة السياسية الجديدة. وحاجة العراق في خلق التوازن بين الأخ القريب المجاور والصديق البعيد. والصديق أنت من تختاره، هو الأخ من يحدده القدر. فالجمع بين هذين الأمرين كان في غاية الصعوبة في التجربة العراقية على مدار عقدين من الزمن، ولكن كلاهما التواصل معهما ضرورة بحكم طبيعة المصالح العراقية. لذلك كان والدي المرحوم سيد عبد العزيز الحكيم أول من دعا إلى حوار أمريكي إيراني في الشأن العراقي في عام 2007، ولأول مرة يحصل هذا الحوار على أرض بغداد وبشكل رسمي ومعلن بين الطرفين فيما يخص الملف العراقي. واستمر هذا الملف، كلما توترت العلاقة بين البلدين كان العراق أول المتضررين، وكلما خفت وحصل نوع من التفاهم كان العراق أول المستفيدين. لذلك اليوم مثل هذا الحوار الذي يجري والرسائل الإيجابية التي أطلقها الوفدين بعد اللقاء تعطي بارقة أمل للمنطقة بشكل عام وللعراق بشكل خاص، في أن كلا الطرفين إذا راعوا الخطوط الحمراء لبعضهما للآخر سيكون بمقدورهم الوصول إلى نتيجة. وبالحقيقة لا خيار سوى خيار الحوار، لأن الخيارات الأخرى ستكون ضريبتها جدا كبيرة على البلدين وعلى المنطقة بشكل عام. ولا أعتقد أن في أولويات كلا البلدين الذهاب إلى الحروب، وكل يريد أن يسجل لنفسه السلام ودوره في إحلال السلام في المنطقة وفي العالم. لذلك كلنا أمل في هذا الأمر. الحوار في جلسته الأولى كان فيه مراعاة للخطوط الحمر للطرفين، وهذا ما ولد تفاؤل
جيد نتمنى إن شاء الله أن يتعزز في الحوارات القادمة. العراق بحكم هذه العلاقة هناك بعض الالتباسات فيما يخص الوضع الاقتصادي، الغاز والنفط الإيراني أو وجود بعض الفصائل الكريمة ودورها في مواجهة الإرهاب وداعش وما إلى ذلك سابقا. فنحن حريصون على أن نزيل هذه الالتباسات بشكل يعني هادئ وموضوعي نحافظ فيه على مصالحنا الوطنية ونقدر الهواجس الدولية. طيب، لا فرار إلا بالدستور. دولة الرئيس تحدث على تكريس دولة القانون. دولة القانون يعني دستور، وأنتم أدرى بشؤون العراق. والحقيقة نحن حينما نناقش العراق لا نناقش العراق من أجل مصلحة العراق، لأن استقرار العراق هو استقرار المنطقة. شئنا ما بين، هذا عراق كبير في التاريخ وفي الحاضر. يعني حتى مواد الدستور، من يحكم العراق؟ الدستور أم العرف السياسي؟ كان العرف يحكم فترة كبيرة. ألم يأن الأوان بعد 20 عام من دستور 2005 أن نعطي للدستور حكما بعيد عن العرف السياسي؟ يعني المحاصصة ليست في الدستور، عرف سياسي. هناك مواد تحسم قصة الفصائل. المادة 9 من الدستور فقرة باء تحديدا تحرم تكوين تكوينات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة. فلدينا كل ما يجعلنا نطبق دولة القانون ودولة الدستور، فما المانع؟ لا شك أننا جميعا معنيين بترسيخ سلطة القانون، وأن الدستور هو الأساس في أي بلد من البلدان، والأعراف السياسية ترقى لتكون قريبة من الأهمية الدستورية، حتى أن بعض البلدان ليس لديها دساتير مثل بريطانيا، وإنما العرف هو الذي يعمل. فالعرف الذي يتقاطع مع الدستور غير مقبول، لكن العرف اللي يكمل يعني تفاصيل أخرى لم ينص عليها الدستور ممكن أن تعتمد وتكون مكمل لذلك. لا شك أن السلطة يجب أن تكون السلطة العسكرية بيد الدولة حصرا، والسلاح يجب أن يحتكر بيد الدولة، هذا لا خلاف فيه. الكلام أننا مررنا بحروب طويلة وطاحنة، ومؤسسات الدولة لم تكن كافية لحماية البلاد بمفردها، فانبرى أناس ووقفوا وتحملوا الأعباء وأعطوا دماء، وتحقق الانتصار بفضل قواتنا المسلحة وأولئك الذين أصبحوا ضمن قواتنا المسلحة. وبالتالي بعد الحرب نحن نعمل بطريقة سلسة وهادئة في معالجة هذه الأمور وتكييفها وتنظيمها مع مؤسسات الدولة. البعض يتوقع أن الحلول تأتي بالكسر أو بإجراءات سريعة، ولكن هؤلاء ضحوا وأعطوا دماء، فلا يمكن التعامل معهم بمثل هذه الوسائل ولا تفضي إلى نتائج إيجابية. نحن نريد الاستقرار لبلادنا، لذلك عملية إقناع هذه الأطراف واندماجها بشكل سلس في الأجهزة الأمنية وفي مؤسسات الدولة كل يندرج ضمن هذا المسار. نعتقد منذ 2017 حيث أعلن العراق خالي من الاحتلال الداعشي إلى اليوم في 25 نحن قطعنا أشواط كبيرة جدا في تذويب هذه الأمور ضمن نسقها المؤسساتي الصحيح، وهذا المنهج يمكن أن يؤتي ثمار ونتائج كبيرة بخسائر قليلة. يقولون سماحة السيد التحرر السياسي يسبقه تحرر اقتصادي، يعني لقمتك كلمتك من رأسك حينما تكون لقمتك من فأسك. فما المانع أن يتم تنوع مصادر الطاقة؟ لما كل مصادر الطاقة في دولة معينة؟ دول الخليج لديها هذا الاستعداد الكبير في أن تكون سند وداعم للعراق، والقيادة السياسية الحقيقة موجودة منذ توليها تنفتح انفتاحا إقليميا عربيا خليجيا مصريا أردنيا، وهذا محسوب لها في هذا التوقيت. وبالتالي القرار الرسمي يحتاج دعم الشركاء، وأنتم شركاء في هذه المسألة. لا شك أننا ندعم بشكل واضح يعني تنويع مصادر المصالح العراقية مع دول المنطقة والعالم، مع البيئة المجتمع العربي، البيئة العربية، البيئة الإسلامية المحيطة بنا، تركيا، إيران، دول عربية، هذا قدرنا أن نتعامل، وثم البيئة الدولية. وفكرة التوازن في علاقاتنا الاقتصادية كما هو التوازن في علاقاتنا السياسية مسألة مطلوبة وأساسية. أنا شخصيا ليس لدي يعني وضوح لماذا على مدار عقدين من الزمن ذهبنا في وقت سابق إلى جولات تراخيص
ونظمنا عملية الإنتاج النفطي عبر الشركات الدولية، وكان في هذه الآبار غاز مصاحب وكان يحترق أمام أعيننا، فلما لم ندخله في العقود لنسيطر على ذلك الغاز ونصل إلى الاكتفاء الذاتي قبل سنين طويلة؟ ما عرفت السبب. الحقيقة أنا وجهت سؤالي لبعض الوزراء المختصين وأيضا ما تلقيت الإجابة الكافية، ولكن الشيء المفيد أنا اليوم تحققت في هذه الحكومة في جولة التراخيص السادسة لعله تعاقدات تخص الغاز المصاحب أو الغاز الخاص الآبار الغازية، ونحن مقبلين على اكتفاء ذاتي في هذا الشأن. فيما مضى لعل الاتصال بالأنابيب الغاز بين الجمهورية الإسلامية والعراق كان الطريق الأيسر والأسهل يعني تدفق الطاقة وحل مشكلة الكهرباء، لكن مسموح لديكم قابلية الانفتاح يعني. وكان هناك استثناءات من الطرف الدولي من الولايات المتحدة بشكل خاص تسمح باستيراد الغاز من الجمهورية الإسلامية، ولذلك هذا ما تم بالفعل، ولكننا في طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وإن شاء الله التصدير في وقت لاحق. نقطة أخرى، سوريا الجديدة، سوريا الشقيقة العزيزة، خرجت بعض الأصوات حينما يحضر العراق الرسمي لاستضافة هذه القمة العربية التي تأتي في توقيت حاسم يذكرنا ب 1967 وقمة الخرطوم لاءات 3. فالقمة القادمة تتشابه مع قمة الخرطوم في أهميتها بعد هزيمة 67، وبالتالي العراق يعني عليه مسؤولية كبيرة في هذه القمة. خرجت بعض الأصوات، أنا آسف نحن كإعلاميين رأيناها إحراجاً للسياسي الرسمي العراقي، وهي أنها لا ترحب بالسيد أحمد الشرع. فكيف يمكن أن نفرق ما بين سوريا الدولة وسوريا الشخص؟ الحقيقة الديمقراطية والحريات في بلادنا تسمح دائما بأن نسمع كل الآراء وكل الأصوات، ولكن من يريد أن يتعامل مع العراق عليه أن ينظر إلى الموقف الرسمي، موقف الدولة، وهو الذي يعتمد. القمم العربية تعقد في الدول المضيفة لقادة لم يحددهم المضيف، حددهم شعوبهم أو ظروف بلادهم، والدولة المضيفة توجه دعوة للقادة المعترف بهم في تلك البلدان، والعراق وجهت له دعوة في العديد من القمم في دول كان لديها تحفظات على هذا التغيير الديمقراطي الذي حصل بعد 2003 وما منع من توجيه هذه الدعوة. فأعتقد هي سياق طبيعي أن الدولة المضيفة توجه الدعوة للقادة الدول العربية 22، وليس أن يتحكم الدولة المضيفة في من يدعو أو لا يدعو، وإنما توجه الدعوة للجميع، والعراق قام بهذا الدور بشكل طبيعي وتلقائي. لازلنا نذكر كلمة الرئيس رحمة الله عليه جلال طلباني في جامعة الدول العربية بفصاحته العربية المعتادة في هذه المرحلة، وكان في خطابه يؤطر ويؤرخ لكل ما جرى بعد 2003. طيب، في نقطة أخرى، انتقل إلى الداخل. الانتخابات هل في وارد تغيير في القانون؟ باقي 6 أشهر أو أكثر قليلا، وبالتالي المفوضية العليا للانتخابات تحتاج 6 أشهر حتى. في وارد تغيير في القانون؟ وإن كان هناك تغيير فما تلك المادة التي تود شخصيا ككيان سياسي فاعل في العراق أن تتغير يعني؟ بالحقيقة هذا القانون صرفنا أشهر طويلة من أجل تشريعه، ولم ينفذ في أي انتخابات لمجلس النواب سابقا. فحين يأتي الحديث عن تعديل قانون هو غير مجرب في انتخابات مجلس النواب. نعم، جربناه في مجلس المحافظة. يصبح المطلب غريب. عادة التعديلات تأتي بعد تجارب معينة، فإذا كان تبين إخفاق معين أو إشكالية معينة تعمل القوى السياسية الكتل النيابية على ترميم هذا الإشكال. نحن لم ندخل انتخابات مجلس النواب بهذا القانون حتى يتبين أن فيه ثغرة، وانتخابات مجالس المحافظات كانت هي الأهدأ والأفضل والأقل في اتهامات الفساد أو عدم الرضا بالنتائج الانتخابية من قبل كل القوى التي حصلت على مزيد من المقاعد أو أقل من ذلك. من حصل على أي مقعد من المقاعد كان راضيا بما حصل، لسبب بسيط أن هذا القانون يوجد توازن بين عدد الأصوات وعدد المقاعد.
فمن يحصل على 10% من الأصوات يأخذ 10% من المقاعد. قوانين الانتخابات يجب أن لا تعتمد على المغالبة وعلى الكسر الإيرادات وعلى تكتيكات يعني فنية تعطي للقوى السياسية أحجام غير أحجامها الواقعية، كما حصل في 21 مقعد نيابي كان تسعيرته 100,000 صوت، نعم، ومقعد نيابي ثاني كان تسعيرته 12,000 صوت، فكأن مقعد يعادل 9 مقاعد. هذا لا يخلق التوازن الصحيح ولا يعبر عن الأحجام الواقعية للقوى السياسية على الأرض. لذلك نحن ندعم هذا القانون ونعتقد أنه عادل ومنصف، ولسنا مع مثل هذه التعديلات التي تأتي أحادية الرغبة ليس بتوافق وطني واسع. وفي وقت حرج والذهاب إلى أي تعديل قد يحرج المفوضية في إجراء الانتخابات في توقيتاتها. إذا تتغير الدوائر مثلا يحتاج إلى تبديل في سجل الناخبين وتفاصيل كثيرة أخرى، هذا قد ينعكس على توقيت الانتخابات ويعرض الموعد الدستوري للانتخابات إلى خطر. لذلك نحن مع أن نمضي في هذه الانتخابات بهذا القانون ونقيم النتائج، وإذا ما تطلب نجري تعديلات في وقت لاحق. في خصوصية في هذه الانتخابات تحسب لدولة الرئيس الحقيقة التعداد السكاني المهم وإعادة تنقية اللوائح والأسماء. 30 مليون ناخب عراقي هذه المرة، منافسة ستكون شديدة جدا. ولكن أنا أسألك شخصيا، هل تراجعون أنفسكم في الوصول للناس؟ يعني أنا بالصدفة كنت أقرأ الآن حينما قبل أن تؤسس تيار الحكمة 2017 كان لديكم 30 مقعد، بعد كده المقاعد قلت، مع أنك أسست تيار الحكمة في إطار الوصول لشريحة أكبر من الشباب. اسمح لي، أكيد هناك شيء لم نستطع التواصل لشريحة كبيرة من الشباب. ما تلك الفجوة التي تشكلت بينكم كنخب سياسية وبين هذا الشباب الذي يرى نفسه بعيدا عن هذا؟ كيف تصلون وكيف وتراجعون أخطاءكم بين الحين والآخر؟ يعني يوم ما حصلنا على 30 مقعد 2014 نعم، كنا 31 كنا نحن مع المجلس الأعلى، مع بدر، مع حركة الجهاد والبناء، كلنا في بوتقة واحدة. والآن حين تنظر في كل العمليات الانتخابية السابقة إلى هذه القوى مجتمعة هي تحصل على أكثر من هذا الرقم، ولكن الحكمة بمفردها الآن يعني تقترب من أن تحصل على ما كان يحصل عليه كل هذه القوى مجتمعة في 2014. فمن هذه الناحية نحن نتقدم بخطى واثقة، لكن بالتأكيد حين تحصل حاجة لانبثاق كيان جديد وأنت تبتعد عن كيان آخر عريق وفيه ملابسات، ستكون هناك بعض العوارض كالعملية الجراحية التي يواجه فيها الإنسان بعض الشيء من الألم والمشاكل وحتى يتعافى. نحن عبرنا من تلك المرحلة ودخلنا مرحلة التعافي بفضل الله. انتخابات مجالس المحافظات في 2023 كانت رسالة واضحة، حصلنا على 24 مقعد. تخططون ل 20 مقعد؟ 24 مقعد. تخططون في المستقبل ل 20 مقعد؟ نخطط لأكثر من ذلك. عفوا. طيب، في نقطة الكتلة الأكبر، وأنا أسأل في إطار ألم يأن الأوان بعد للتفكير في الكتلة الأكبر بعد هذه السنوات الطويلة 20 سنة؟ نحن لدينا تعريف من المحكمة العليا الاتحادية العليا أنها الكتلة التي تشكلت بعد الانتخابات أو من قائمة أو من قائمتين. والحقيقة على مدار الفترة الماضية كانت هناك أخطاء بمعنى يضطر الفائزون لتشكيل تحالفات ويوقعوا مع بعض التزامات سياسية، وبالتالي يقولون إذا حضر الغرض بطل الفضل السياسي. والغرض لطالما عانى العراق من حضور الغرض وبطلان الفضل السياسي. وبالتالي أنا أسأل هنا، هل ممكن يعاد التفكير في الكتلة الأكبر مرة أخرى؟ بالحقيقة كل نظام سياسي فيه إيجابيات وفيه سلبيات، ليس لدينا خيار مثالي. إذا ذهبنا إلى النظام الرئاسي نكون أمام رئيس كامل الصلاحيات، هو يشكل حكومة، الناس تختار أحدهم يذهب إلى الرئاسة والآخر أو الآخرون يذهبون إلى بيوتهم وتنتهي القضية. ولكن هذا يعزز حالة المحورية للرئيس وما يمثل. وفي ظل تنوع المكونات في بلادنا ونحن خرجنا من حكم مركزي شديد
نعم. أساء إلى العراقيين، فكان هذا بالحقيقة مثار قلق. الذهاب إلى النظام البرلماني، النظام البرلماني يعطي تشاركية، تمثيل بين القوى السياسية، ولكن اتخاذ القرار فيه صعب. 80 دولة في العالم تدار بهذا النظام، فهو يعزز التشاركية، يطمئن المكونات، ولكن يصعب اتخاذ القرار. فلا نستطيع أن نذهب إلى نظام برلماني للحصول على فوائده ونشكو نتشكى من سلبياته. هذه عرفناها سلفا وقررنا هذا الأمر لنعزز التشاركية فيما بيننا. لكن يبقى في ظل هذا النظام البرلماني نحن أمام خيارين: خيار أن نذهب إلى تحالف وطني عابر للمكونات طولي، في كتلة كبيرة، تحالف كبير فيه شيعة وسنة وكرد ومسيح ويزيديين وتركمان وكل المكونات، وقائمة أخرى فيها أيضا كل المكونات ويتنافسون، والقائمة التي تحصل على أغلبية كبيرة بينهما هي التي تدير البلاد ويكون الجميع حاضرا فيها. هذا بالحقيقة أطروحة طرحناها في 2016. نعم. وحاولنا أن ننفذها في 2018، وشكلنا تحالف الإصلاح مع شركاء لنا التيار الصدري والدكتور العبادي وآخرين من القوى السنية الكريمة، وتشكل تحالف البناء في قبال ذلك. لكن تبين من خلال التجربة الواقعية أن المجتمع العراقي يحتاج، والقوى السياسية العراقية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنتظم في مثل هذه المشاريع التشاركية من هذا النوع. لذلك لا خيار لنا إلا أن نتعاطى مع الأمر الواقع، نعمل بهذا الشكل. وتفسير المحكمة يعطي فرصة إذا كتلة حازت على الأغلبية في الانتخابات أو أكثر من كتلة يحقق الأغلبية ما بعد الانتخابات، يمكن أن يكون هو الخيار. الوقت انتهى، لكن أريد منك تعليق سريع، وأستحضر هنا كلمة لمحمد عابد الجبري المفكر الكبير حينما نقد العقل العربي، وصل العقل السياسي وقال أزمة العقل السياسي العربي في الغنيمة وفي القبيلة، يعني العشيرة، الصحبة هي الأزمة الكبرى، الغنيمة المصالح والقبيلة العشيرة. هل في خطة للتعامل مع هذه الآفات السياسية اللي موجودة في كل البلاد؟ أستسمحك في عجالة لأنه مع تقديري لصاحب الرؤية، لكن القبيلة واقع منذ آلاف السنين، ومجتمعنا مجتمع عشائري وقبائلي. أن نعتبره مشكلة نناقض أنفسنا، هذا هو الحقيقة قبل أي نظرية سياسية. والغنيمة والمصلحة هو دافع وحافز ليحرك القوى السياسية ويحرك البشر بشكل عام. الناس تبحث عن مصلحة أخروية أو دنيوية، فأن نعتبر هذه هي العقبة وهي حوافز ودوافع فطرية في الإنسان، هذا أمر غير سليم. الوضع السياسة هي فن الممكن، يجب أن نرى هذه الواقعيات ونضع النظريات على أساس هذا الواقع، وليس أن ننتفض على حقائق ووقائع هي أكبر منا وأعرق منا وستبقى ونحن راحلون. سمحت السيد عمار الحكيم، أنا بشكرك لسعة صدرك. شكرا. أرجو أن أكون قد تجاوزت، بارك الله بكم، وأن تسامحنا في أي تساؤلات. ومرة أخرى نثني على هذا المحفل الرائع العظيم وعلى العراق الكبير في الحاضر وفي التاريخ، والحكومة الإقليم نتمنى لهم دائما السداد والتوفيق. وشكرا جزيلا لسماحتك. شكرا جزيلا.